ازيك يا حبايب المرفان عاملين ايه؟ طبعا جوزي لما يعزمني على اكله عند احسن حياتي في عندنا في متغمر. طبعا حبيت اسلم عليكم انا ورفان. ده الاكل اللي على فكره ده مش غدا يا جماعه، ده عشاء، والدايت باظ يا جماعه. دي رفان بتقول لكم السلام عليكم. اهم حاجه لما نبدا، قبل ما نبدا الفيديو، لايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كله بالبلدي مع ام رفان، كل جديد في جديد مع ام رفان. ومعلش اسفه على صوتي لان عندي برد شديد هدد بعد العيد بقى. هنا بقى عزمنا على فراخ شيش طاووق، وعزمنا على فراخ عاديه مشويه، ودي بقى الملوخيه. ازاي هتعملي ملوخيه؟ رفان طبعا ملهاش في الاكل ده، فطلبنا لها سندوتش برجر، وبطاطس بقى وحاجات كده. كل ده بالليل. الدايت باظ يا جماعه والله. بس ابو روفان لما يحب يروق على ام روفان حاجه كده فخر من الاخر والله. الصراحه كلت وجاي يركبني عربيه، قلت له لا انا عاوز امشي، انا خلاص هموت. طبعا الاكل ده كان الساعه 1 بالليل لان الحد ده ما بيقفلش. هنا بقى دي الفراخ. طبعا الفراخ دي مش تبعي، دي شيش طاووق، بس انا قلت له انا عاوز ادوقها. انا جايبه وراك عاديه. ودي الملوخيه بتاع مطعمه. هو حب يروق علينا، راح الشغل النهارده وقعدنا طول النهار في الشقه. وبعد كده قال لك ايه، تعمل نتعشى بره. الصراحه روق علينا ابو روفين. الصراحه روق علينا، صرف وكلف بصراحه، يعني صرف وكلف. طبعا هنا روفان بقى عماله تاكل البرجر. خلي بالكم انا كنت عماله اقول لها انا عاوزه حته يا روفين، لان الصراحه البرجر عندهم تحفه واسعاره رخيصه جدا. ده محل اسمه قصر خلود يا جماعه عندنا في متغمر. لا لا الصراحه روق علينا اخر حاجه. قلنا بقى يا جماعه بعد العيد انتوا عارفين اللي الواحد خارج من ضغط العيد بقى و... ومش قادر وتعبان ولا قادر يدخل المطبخ تاني. تعرفين انا بعمل الاكل بيكفينا ال4 ايام عشان خاطر يا دوبك على التسخين بس. الواحد كان عاوز يغير روتين شويه. دي الملوخيه بص، انا قلت هو جايب طبق ملوخيه بس لان قال لك مش هاكل ملوخيه. بس بص الملوخيه جامده. ده بس طاجن بسمتي كان معمول في الفرن. لا لا الاكل كان حلو قوي، بس للاسف انا كنت يعني واكله اصلا يعني ومش جعانه قوي. كلت رغيفين 3 كده. الشوربه بتاعتهم يا جماعه حاجه كده فخر من الاخر. معلش اعذرونا على صوتي. ده بقى الزوج الرزق يا جماعه لما يحب يروق على مراته بعد العيد وما يخلاش تدخل المطبخ. والله قال لي ايه، كنا احنا نايمين طول النهار وبيقول ايه، قلت له ادخل اعمل اكل. لا لا لا, لا. بقول لك تعالي بقى من نتغدى، ناخدها غدا وعشاء كده بره. فده يعتبر غدايه وعشايه. لا والله كان اليوم جميل. كنت انا وابو روفان وروفان. ابني كان سافر الكليه، وابني التاني طبعا ثانويه عامه، والنبي ادعوا له، ادعوا له والنبي ادعوا له. ربنا يوفقه يوسف ابني. كل حاجه عند خالته هو اللي بيعملها. العيش الفرن عنده. هنا بقى بقول لكم ازيك يا احسن ناس. قلت اهدى شويه عن الاكل، قلت ايه اصور نفسي. لا الصراحه كان يوم جامد. ده الزوج الرزق يا جماعه لما حب يدلع مراته. عقبالكم لما جوازكم كده تروق عليكم متخليكوش تدخلوا المطبخ. لا الاكل كان تام.